دلوقتي هنعرف ازاي لو عندي اسم او ارتكل ديفيني او ارتكل انديفيني اعرف ازاي هي تساوي انا ضمير، يعني تساوي اي انا اللي هي جو بالفرنسي، ولا يو انت تو، ولا تساوي ايه؟ طب ايه هي الضمائر؟ تعالوا نفتكر كده. انا جو انا جو انا جو، انت تو انت تو انت تو، هو هي الآن، هو هي الآن، نحن نو نحن نو نحن نو، أنتم فو أنتم فو أنتم فو، ولاد بنات إلى فيك أس ألافيك أس، ولاد بنات إلى فيك أس ألافيك أس. طب هي دي الضمائر عندي، فأنا لما أشوف اسم من دول أو ارتكل ديفيني أو انديفيني هعرف إزاي هي أنا ضمير. تعالوا نشوف. لو لقيت اسم ولد علي، اسم ولد علي، علي هو قاعد معايا دلوقتي؟ لا، يبقى انا بتكلم عن حد غائب، ضمير غائب. هو يعني إيل، هو يعني إيل، يبقى علي هنا يعني إيل. طب اسم بنت هي سارة، سارة مش قاعدة معايا، سارة هي ضمير غائب، يبقى ال، يبقى ال. يبقى لو لقيت اسم ولد إيل، لو لقيت اسم بنت ال. طب لو لقيت اتنين ولاد، فاكرين قلنا ايه؟ ولاد بنات الى فيك اس الافيك اس، يبقى الولاد الى فيك اس، يبقى علي ايه احمد ولاد يبقى الى فيك اس. طب لو لقيت بنات، ولاد بنات الى فيك اس الافيك اس، يبقى لو لقيت بنات الافيك اس، ساره ايه سلمى الافيك اس. طب لحد هنا تمام. لو لقيت ولد وبنت، الولد يكسب، نحفظ دي مع بعض. الولد يكسب، الولد يكسب، يعني ايه الولد يكسب؟ يعني هكتب إيل افيك اس، يعني مش ال، لا لا لا، الولد يكسب هكتب إيل افيك اس. تمام. طيب ده بالنسبه للاسماء. لو لقيت لو شا، لا جون، لا، انا مش عارفه معاني الكلمات دي، هقول لك مش مهم تعرف معناهم دلوقتي، هنحفظ معاني الكلمات مع المنهج. المهم ايه؟ لو لقيت لو، لا ابقى عارفه ان لو للولد هو، يبقى هشيلها واحط مكانها ايه، يعني بعرف ان كل ده كده بيساوي ايه. نفس الكلام لا، بعرف ان كل ده بيساوي ال. طب لو لقيت الابوستروف هنا لازم ابقى عارف الكلمه دي ماسكولان مذكر ولا فيمينان مؤنث، فدي بتساوي ال او ال على حسب الكلمه اللي عندي. ممكن حرف الابوستروف تيجي مع حرف فويل تبقى الكلمه بتاعته مذكر يبقى احط ال، ممكن الكلمه بتاعته مؤنث يبقى احط ال. يبقى انا بحدد ال او ال على حسب الكلمه دي ماسكولان ولا فيمينان. المهم ان هو دايما ال وال مفرد. طب امال لو لقيت جمع بقى زي هنا ليه؟ رقم 9 مهمة جدا. ليه؟ ليه دي بتساوي ان سوجي، جو تو il elle nous vous il avec اس avec اس، مين فيهم؟ هي جمع، فانا بتكلم عن هم او هم. انا لو هترجمها بالعربي هقول الجاتو هم، بس طبعا ده حاجه غير عاقل مش هيفرق. المهم ان انا لو لقيت كلمه جمع فهي هم او هم. ليه بتساوي بالفرنسي إلى فيك اس وألا فيك اس. طب ولاد ولا بنات؟ على حسب الكلمه اللي عندي، لو ماسكولار يبقى إلى فيك اس، لو فيمينان يبقى ألا فيك اس. نفس الكلام في رقم 9 هعمله في رقم 12. الدي بتعرفني ان الكلمه دي جمع، فهشيلها واحط يعني اشيل كل جزء ده واحط مكانه الى فيك اس او الا فيك اس. وبرده نفس الكلام، الى فيك اس لو كلمه ماسكولان مذكر، الا فيك اس لو كلمه فيمينان مؤنث. طيب رقم 10 و11. رقم 10 و11 شبه 6 و7. لولا الان للمذكر للماسكولان، يعني بعرف ان الجزء ده كده بيساوي إيل الولد هو، الآن للمؤنث فبعرف ان الجزء ده كده بيساوي ال هي. بس كده طب احنا كده معرفناش
اقدر اعرف الكلمه دي بتساوي انهي ضمير عن طريق الاداه اللي في الاول، الارتيكل انديفيني او الارتيكل ديفيني، اداه النكره او اداه المعرفه. بقدر احدد الكلمه دي ماسكولين يعني بتاخد اير ولا فيمينان بتاخد ال، ولا بلوريال جمع، لو جمع يا إلى فيك اس او انا فيك اس على حسب الكلمه ذات نفسها وهي المفروض هي مذكر ولا مؤنث، يبقى إلى فيك اس او انا فيك اس. يبقى لي اخر معلومه ودي كده مختلفه عن كل دول اللي هي ايه؟ اللي هي علي ايه موا، علي وانا. لو انا بقى هترجمها بالعربي علي وانا، نحن أنا جو أنت تو هو هي إل نحن نو. يبقى علي إموا معناه إحنا وإحنا معناه نو. يبقى لو لقيت اسم شخص ومعاه كلمة موا يبقى بتساوي أنا ضمير نو. طيب علي إيه توا معناها أنت، مهم توا علي وأنت. أنا بكلم أنا واقفة وبتكلم علي وأنت يبقى هترجمها بالعربي أنتم. أنا جو أنت تو هو هي إل نحن نو أنتم فو. هي دي الإجابة. يبقى لو اسم شخص وأنت بتساوي فو، اسم شخص وأنا بتساوي نو. بس كده ده كده درس إزاي أحول أي سوجي قابلني لضمير مناسب عشان أعرف أكمل الجملة.